في هذا الفيديو غادي نشوفوا الجماهير العربيه واش كتوقع في النتيجه ديال اليوم ديال مباراه المنتخب الجزائري ومنتخب الارجنتين. وقبل ما نشوفوا الفيديو والناس واش كتوقع غادي نقول لكم التوقع ديالي انايا. بالنسبه لجوج منتخبات كبار بحال الارجنتين والمنتخب الجزائري غادي تكون مقابله شرسه جدا، ولكن انا كنتوقع ان المنتخب الجزائري غادي يتعادل مع المنتخب الارجنتيني، لان اغلبيه المنتخبات تعادلوا، فالمنتخب الجزائري حتى هو غادي يتعادل، والتعادل راه ايجابي بالنسبه لمنتخب كبير بحال الارجنتين، وحتى الجزائر راه منتخب كبير. حنا كنتمناو ان المنتخب الجزائري ان شاء الله يربح واخا غير 1-0، ولكن التوقع ديالي صراحه كنتوقع انهم غادي يكون التعادل. نشوفوا العرب واش توقعوا. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. كلنا لعبنا منتخبات زيها زينا الا الجزائر رايحين يلعبوا نهائي دايركت. مساكين والله. حبايب قلبي ربنا معاكم. طبعا بكره ان شاء الله في مباراه المنتخب الجزائري منتخبنا الثاني والمنتخب الارجنتيني، وكل الدعم وكل التشجيع من اكثر من 100 مليون مصري ان شاء الله في ظهر المنتخب الجزائري. زي ما وقفوا معانا لازم ان شاء الله نساندهم ونشجعهم بقلوبنا، وان شاء الله باذن الله تكون الجزائر تعمل مباراه للتاريخ، وان شاء الله تتغلب على ميسي ورفاقه، وان شاء الله ابراهيم مازا يسجل هدفين، وان شاء الله المنتخب الجزائري يفوز على المنتخب الارجنتيني. وكل الدعم وكل التقدير وكل التشجيع من اكثر من 100 مليون مصري وراكم يا جزائريين، وباذن الله انتم مكملين، وباذن الله تعملوا مباراه للتاريخ، وان شاء الله تفوزوا على الارجنتين وتغلبوهم شر هزيمه، وباذن الله ترفعوا راسنا وتفرحونا زي ما منتخب مصر فرحنا، وباذن الله يا رب النصر للجزائر. حبايبنا الجزائر، نبي فرحة انتصاركم الليلة على الأرجنتين مثل فرحة انتصارنا عليهم في 2022. منتخب الجزائر أكثر منتخب يشبه المنتخب السعودي، بإذن الله بتشبهونا حتى في انتصاركم على الأرجنتين بإذن الله. لازم تفعلونها، أنتم تشبهونا في كل شيء، تشبهونا ونشبهكم في العادات والتقاليد والشكل واللهجة واللون الأخضر، وحتى في افتتاحية مبارياتكم في كأس العالم ضد الأرجنتين. الجزائر حنا كلنا معكم، الوطن العربي لازم يفرح الليلة، وعلى رأسهم شوشع ليه لازم ينتصر، لازم نشوف فرحان. صباح الفل عليكم. النهارده منتخب الجزائر هيلعب مع منتخب الارجنتين الساعه 4 الصبح باذن الله، ضربه البدايه للمنتخب الجزائري. وانا بقول لكم النهارده فوز منتخب الجزائر بنتيجه 2-1 ان شاء الله النهارده. قولوا لي انتوا كمان توقعاتكم ايه لماتش الجزائر مع الارجنتين. 1 2 3 فيفا الجزائر. النهارده اهم مباراه في دور المجموعات ككل، دور المجموعات ككل دي اهم مباراه النهارده، مباراه الجزائر محاربو الصحراء امام الارجنتين. ابراهيم مازا اللي هيكسب الارجنتين ان شاء الله. واحد هيقول لي ايه اللي انت بتقوله ده، وليه بتشجع الجزائر قوي كده، وليه عايز الجزائر تكسب، وليه بتقول عليها اهم مباراه؟ ابراهيم مازا قبل دور المجموعات كانوا بيستضيفوه بيتكلموا معاه، فقال الارجنتين بتعتمد بشكل كبير على الاستفزاز، لكن يجب ان نحافظ على هدوءنا وسنبذل قصارى جهدنا وهنهزم ميسي ان شاء الله. كلمه ان شاء الله دي جننت الارجنتينيين بقى، دخلوا عنده على الصفحه ودخلوا على الحساب بتاعه وقعدوا كومنتات يسيئوا فيها للاسلام ويتريقوا على كلمه ان شاء الله، ويقولوا مفيش قوه خفيه تقدر تكسب منتخب الارجنتين ومنتخب ميسي. مش فاهم انت بتتحدى مين يا ابني، ولا انت بتقول ايه؟ شويه كفار طبعا، وكلام ملوش اي لازمه، وكلام يعني يقرف اقسم بالله، وعنصريه وقله ادب، وبهدلوا الدنيا على صفحه ابراهيم مازا اللاعب العربي اللاعب المسلم اللاعب اللي ان شاء الله هيكسر الدنيا النهارده قدام الارجنتين. وقعدوا يتريقوا عليه في حمله قويه جدا وحمله مستفزه جدا. حاجه غريبه بالنسبه لي، الفكره بالنسبه لي هنا ان هم عارفين ان الكوره مكسب وخساره. هم في كاس العالم اللي فات اللي خدوه هم كانوا ابطال كاس العالم، خسروا من السعوديه في اول مباراه. السعوديه ما كسبتش غيرهم، السعوديه ما كانتش المنتخب المرعب وما كسبتش غيرهم، طرقعت للارجنتين في اول مباراه، وبعد كده الارجنتين كسبت الكل وخدت كاس العالم في الاخر، لكن خسرت من السعوديه. فهم عارفين ان الكوره مكسب وخساره، بس ضايقتهم قوي كلمه ان شاء الله، ضايقتهم قوي وحرقتهم ووجعتهم قوي. فان شاء الله ابراهيم مازا واصدقائه ان شاء الله منتخب الجزائر منتخب محاربو الصحراء هيعلموهم درس قاسي النهارده، وهيكسبوا باذن الله الارجنتين النهارده
وهيفوزوا بالمباراه، وهيبقى اول فوز عربي او تاني فوز عربي لو العراق كسبت قبليهم يعني. لكن انا مهتم جدا بمباراه الجزائر، اكتر مباراه بالنسبه لي هتفرج عليها، واتمنى ان شاء الله ان التوفيق يكون معاهم في المباراه، وانهم يموتوا نفسهم ويكسبوا الارجنتين باذن الله وياخدوا 3 نقاط. هتكون غاليه جدا 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 بالنسبه لي، مباراه مهمه قوي. كل العرب المفروض يدعموا الجزائر، كل العرب المفروض يدعموا بعض، فكك بقى من اي خلافات ومن اي مقارنات والكلام ده كله، كلنا بندعم بعض لحد ما نقابل بعض يا عم. لما تبقى تلاعب منتخب عربي تاني شجع منتخب بلدك طبعا واعمل ما بدالك، لكن طالما منتخب عربي بيلعب قدام منتخب غير عربي شجع المنتخب العربي وخليك داعم ليه وخليك وراه وحب له الخير، وحب ان هو يكسب ويصعد من مجموعه عشان هو كمان يحب لك الخير والدنيا تبقى تمام وطيبه بينا. لما يكون في منافسات بينا وبين بعض نبقى ناكل في بعض عادي جدا. لكن احنا دلوقتي موجودين في كاس العالم وكل المنتخبات العربيه مشرفانا وعامله نتائج قويه، ان شاء الله نكمل كده، وباذن الله اغلب المنتخبات العربيه ان لم تكن كلها تقدر تصعد وتقدر تعدي من المجموعات. وان شاء الله ابراهيم مازا يعمل اكبر ماتش النهارده هو ومنتخب الجزائر ويكسبوا ميسي ويكسبوا الارجنتين. المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اللي عجبك الفيديو خلي لايك، قولنا الاراء ديالك في الكومونتير. تهلاو.